بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي أعزائي الطلبة، أرحب بكم من جديد في درس جديد بلغة الفيجوال بيسك الإصدار السادس الخاص بمنهج الصف الرابع الإعدادي. في درسنا لهذا اليوم سنبدأ على بركة الله بتناول مجموعة من الإيعازات والدوال الموجودة بلغة الفيجوال بيسك. أول هذه الإيعازات هو الإيعاز الشرطي if then. الإيعاز الشرطي if then يستخدم هذا الإيعاز لتنفيذ فعل معين أو مجموعة أفعال عند تحقق شرط معين. إذن فائدة هذا الإيعاز يستخدم لتنفيذ فعل أو مجموعة أفعال عند تحقق شرط معين. فمثلا على سبيل المثال نقول إذا كان هذا الرقم أكبر من 0 اطبع أو اظهر في الليبل بأن هذا العدد موجب. إذا كان أصغر من 0 اطبع بأن هذا العدد سالب. أو نقول إذا كانت قسمة هذا العدد على 2 تساوي 0 فإن هذا العدد زوجي. أو إذا كانت قسمة هذا العدد على 2 لا تساوي 0 فإن هذا العدد فردي. هيأت لكم مثالا أحبائي، مثالا شاملا سنتناول فيه إن شاء الله الإيعاز الشرطي if then، ونأخذ معه بعض الدوال التي تستخدم مع هذا الإيعاز المسمى الإيعاز الشرطي if then. طبعا يقسم الإيعاز الشرطي if then إلى قسمين: إيعاز شرطي بسيط وإيعاز شرطي مركب. في درسنا لهذا اليوم سنتناول إن شاء الله الإيعاز الشرطي البسيط. الإيعاز الشرطي البسيط. لدينا أعزائي هذا المثال الذي ترونه أمامكم، والذي يحتوي على ليبل، ويحتوي على تكست بوكس، ويحتوي على كوماند 1 وكوماند 2. كوماند 1 كتبت عليه العدد موجب أم سالب. كوماند 2 كتبت عليها العدد زوجي أم فردي. إذن بطبيعة الحال ستعرف بأن هذا الكوماند مخصص لشفرة من خلالها نعرف هل بأن هذا العدد موجب أم سالب، وهذا الكوماند مخصص لشفرة من خلالها سنعرف بأن هذا العدد زوجي أم فردي. طيب، في التكست بوكس هنا سنقوم بإدخال الرقم المقصود. في التكست بوكس هنا سنقوم بإدخال الرقم المقصود. وفي الليبل هنا سيظهر لنا ما إذا كان العدد موجب أم سالب إذا نقرنا على كوماند 1، وسيظهر لنا ما إذا كان الرقم زوجي أم فردي إذا ما نقرنا على كوماند 2. طيب، لنبدأ على بركة الله تناول هذا الموضوع وتناول الشفرات، شفرة أو كود الإف ذين أو إيعاز الإف ذين الشرطي البسيط. لدينا هنا أريد أن أكتب هنا رقم وأعرف هل هذا الرقم موجب أم سالب، وأريد أن أدخل رقم جديد أو أبقي نفس الرقم وأعرف من خلاله هل هذا العدد زوجي أم فردي. طبعا أنا شرحت في دروس ماضية كيف يمكننا أن نقوم بإدخال الليبل والتكست بوكس والكوماندات كما تلاحظون، كيف يمكننا إدخالها وكيف يمكننا ترتيب الكلمات بداخلها وكيف يمكننا تغيير بعض الصفات الموجودة فيها، وبإمكانكم مراجعة الدروس الماضية لتعلم ذلك. طيب، لنكتب الآن، لنقوم بتنفيذ البرنامج ونقوم بإدخال هنا رقما معينا وليكن الرقم 4، ثم نضغط هنا لنعرف هل إن العدد موجب أو سالب.
من المفروض أن يظهر لي في هذا الليبل هل العدد موجب أم سالب. طبعا العدد هذا واضح موجب لأنه لا تسبقه إشارة سالب، فسأنقر هنا ظهر لي بأن العدد موجب. طيب نفس هذا العدد أريد أعرف هل هذا العدد زوجي أم فردي. أنقر هنا فيخبرني بأن العدد زوجي، وبالفعل ناتج القسمة على 2 لهذا العدد هو 0، إذن العدد زوجي. طيب لنأتي ونتابع كيف تم كتابة الشفرة الخاصة بهذا العدد. كيف تمت كتابة الشفرة الخاصة بهذا العدد؟ نأتي أولا إلى كوماند 1 ننقر عليه نقرة مزدوجة لنعرف كيف تمت كتابة الشفرة الخاصة بمعرفة هل هذا العدد موجب أم سالب. طبعا وبطبيعة الحال تم استخدام الإيعاز الشرطي البسيط إفذيا في هذا البرنامج. سندخل إلى نافذة الشفرة لهذا الكوماند ونعرف كيف تم استخدام الإيعاز الشرطي البسيط. ندخل إلى هنا فنجد لدينا هذا الإيعاز الخاص بهل إن العدد موجب أم سالب. سنأتي على هذا الإيعاز ونلاحظ ما يلي: private sub command click. عند النقر على command 1 حقق لي هذا الأمر. زين، ما هو الأمر؟ الأمر كالتالي: x يساوي val tx1.text. طيب هنا دالة جديدة، هنا تم استخدام دالة جديدة هي دالة الفال. أنا بطبيعة الحال أريد أن أستخدم أو أن أختبر من هذا البرنامج أعداد، هل إن هذا العدد موجب أم سالب. فلن أستخدم كلمات أو نصوص في داخل التكست بوكس. هنا لن أستخدم أي كلمة أو نص في داخل التكست بوكس هنا، فأريد أن أحول قيمة التكست دوت تكست بحيث تصبح قيمة عددية. كيف أفعل ذلك؟ أضع كلمة val قبل tx1.txt وأضع tx1.txt بين قوسين. إذن من خلال هذه الدالة قمت بتحويل tx1.txt إلى عدد بحيث يتم قراءته كعدد، ولا يسير البرنامج بشكل صحيح إذا تم إدخال كلمة أو نص. إذن من خلال هذه الدالة أنا أجبرت المستخدم على إدخال قيمة عددية لكي يتم العمل بالبرنامج بشكل سليم. ومن ثم قمت بخزن هذه القيمة العددية. أين قمت بخزنها؟ في قيمة هي x. إذن هذا الأكس هو سيأخذ قيمة val tx1.txt أيا كانت هذه القيمة التي سيتم إدخالها. بعد ذلك، بعد أن يتم تنفيذ هذا الأمر، سينتقل إلى العبارة التالية ويقوم باختبار قيمة x. فإذا كانت قيمة x أكبر من 0، إذا كانت قيمة x if x أكبر من 0 then label1.caption يساوي العدد موجب بين علامتي اقتباس. إذا كانت قيمة الx أكبر من 0 then label1.caption يساوي العدد موجب كما تلاحظ بين علامتي اقتباس. فإذا كانت القيمة المدخلة هنا
إذا كانت القيمة المدخلة هنا أكبر من 0 فإنه سيقوم بإظهار كلمة العدد موجب أين؟ في الليبل 1 الموجود أمامكم. بعدها ينفذ البرنامج. هذا طبعا في حالة تحقق الشرط إنه if الx أكبر من 0 then label1.caption تساوي العدد موجب. طيب، أما إذا كانت الx أصغر من 0 if الx أصغر من 0 then label1.caption تساوي العدد سالب. إذن سيقوم في حالة قمنا بإدخال قيمة أصغر من 0 فإنه سيقوم بإظهار كلمة أو عبارة العدد سالب في الليبل 1 الموجود هنا. لنقوم باختبار ما قمنا بعمله، أو قبل اختبار ما قمنا بعمله أعزائي، في حالة إنني قمت بالنزول بسطر جديد بعد عبارة then، إذا قلت fx أكبر من 0 then، وقمت بالضغط على المفتاح enter، ونزلت لي label 1 dot caption يساوي العدد موجب، فبما إنني نزلت سطرا إلى الأسفل بالضغط على المفتاح enter، لابد من وضع عبارة and if بعد العبارة label1.caption تساوي العدد موجب. هذا قانون موجود في استخدام الإيعاز الشرطي if، أي إنك بعد then إذا نقرت على المفتاح enter ونزلت سطرا إلى الأسفل بالعبارة التي تلي then، فإنك لابد من أن تقوم بوضع and if بعد السطر الذي قمت بإنزاله لكي يتم عمل عبارة أو لكي تعمل عبارة الإف then بالشكل الصحيح. وإذا لم تنزل سطرا فلا داعي لكتابة عبارة and if بعد العبارة التي تلي then. طيب، الآن سنقوم باختبار البرنامج. لنفرض أنني قمت بإدخال هنا قيمة 8. أنقر على العدد موجب. نعم، العدد موجب. ليش؟ لأن العبارة أكبر من 0. لأضع علامة سالب أمام 8 ثم أضغط هل العدد موجب أم سالب. ظهرت لي بأن العدد سالب. طيب، هذا الاختبار الأول. لنأتي أحبتي وأقوم بالعمل الذي أشرت إليه بوضع عبارة and if. سأنزل سطرا بالجملة label1.caption تساوي العدد موجب إلى الأسفل. نزلت بها إلى الأسفل. الآن ماذا سأفعل؟ سأقوم بتنفيذ البرنامج وألاحظ هل سيتم تنفيذ البرنامج؟ طيب، لأدخل هنا قيمة عددية ولتكن 6. العدد موجب أم سالب؟ لاحظ عندما نقرت على العدد موجب أم سالب ظهر عندي compile error block if without and if. لاحظ إنه عبارة الإف بدون and if، فتم الاعتراض على هذه العبارة. إذن لابد من الرجوع إلى البرنامج ووضع عبارة and if بعد عبارة label1.caption لكي يقبل قانون عبارة الإف then، لكي يتم كتابة عبارة الإف then بالشكل الصحيح. فنكتب هنا and if ثم نأتي لاختبار البرنامج.
أكتب 8 وأنقر على العدد موجب أم سالب، فظهر لي بأن العدد سالب. وأنقر أو أضع -8 وأنقر العدد موجب أم سالب، فظهر عندي العدد سالب كما تلاحظون. إذا تم تنفيذ البرنامج بالشكل الصحيح. إذا في حالة النزول بسطر بالعبارة التي تلي كلمة then، فإني لابد من وضع كلمة and if بعد العبارة أو السطر الذي يلي then كما لاحظتم أعزائي. هذا ما يخص الكوماند الأول، العدد موجب أم سالب، العدد موجب أم سالب. نأتي الآن إلى الكوماند 2. ننفذه أولا ونضع 4 ونضغط على العدد زوجي أم فردي، أخبرني بأن العدد زوجي. نضع 3 ونختبر هل إن العدد زوجي أم فردي، أخبرني بأن العدد فردي. لنأتي الآن ونلاحظ كيف تعمل شفرة هذا الكوماند. كيف تعمل شفرة هذا الكوماند؟ أتي هنا أو أنقر نقرة مزدوجة هنا، سأرى بأنني دخلت إلى الشفرة الخاصة بالكوماند 2 الذي يحمل عنوان العدد زوجي أم فردي. لاحظ بأنني بنفس الطريقة قمت بعمل التالي: x يساوي val tx1.tx، أي إنني بهذه الدالة حولت بعبارة tx1 أو ما يكتب في tx1 إلى قيمة عددية، أي إنني أجبر المستخدم على إدخال قيمة عددية وليست نصية، لأنني أريد اختبار عدد، هل هذا العدد زوجي أم فردي. طيب، بعد أن قمت بتحويل القيمة إلى قيمة عددية وخزن القيمة في المتغير x، الآن سأقوم باختبار قيمة tx1، قيمة val tx1.tx التي أصبحت x بهذه الدالة. إذا كانت الx مود 2 تساوي 0، أي بمعنى هذه الدالة المود تستخدم لاختبار هل إن العدد زوجي أم فردي. فإذا كان باقي دالة المود يساوي 0 فإن العدد زوجي، وإذا كانت دالة المود أو باقي دالة المود لا يساوي 0 فإن العدد فردي. فنختبر كالتالي: if x مود 2 إذا كانت قيمة tx1.tx التي خزنتها في الx، إذا كانت أي إذا كان ما موجود في صندوق النص هنا if x مود 2 يساوي 0 then label1.caption يساوي العدد زوجي. إذا كانت قيمة الx مود 2 تساوي 0، أي أن باقي القسمة على 2 يساوي 0، إذن then حقق لي الفعل التالي، والفعل هو label1.caption يساوي العدد زوجي، أي اكتب اجعل صفة الكابشن للليبل 1 هنا تظهر لي بأن العدد زوجي، أو تكتب العدد زوجي. if x مود 2 إذا كانت قيمة الx والتي هي tx1.tx قيمة الx مود 2 لا تساوي 0، then label1.caption حقق لي هذا الفعل. إذا لم يتحقق هذا الشرط حقق لي هذا الفعل. وما هو الفعل؟ اجعل صفة الكابشن للليبل 1 تساوي العدد فردي. وبطبيعة الحال فإن ما ينطبق على العبارة التي بعد then هنا التي استخدمناها هنا
وكتبنا and if، تنطبق أيضا على هذه العبارة التي تلي عبارة then في fx في الشرط fx مود 2 يساوي 0. هذا هو قانون في عبارة if then، لا بد من الالتزام به لكي يعمل البرنامج أو تعمل شفرة الإف then بشكل صحيح. إذن فائدة الإف then: في حالة تحقق هذا الشرط فقم بتنفيذ هذا الفعل، وفي حالة تحقق هذا الشرط فقم بتنفيذ هذا الفعل. هذا هو ما يسمى الإيعاز الشرطي البسيط الإف then، وهذه هي محتوياته أعزائي وأحبائي الطلبة. ليس لدينا بعد هذا الشرح شرح من الممكن إضافته للمثال التالي، سوى أنني أخبركم بضرورة مراجعة ما تم تناوله في دروس سابقة لكي يتم فهم اللغة بشكل صحيح وبشكل متسلسل. أرجو أن أكون وفقت في شرح الإيعاز الشرطي البسيط if then بشكل صحيح. في حالة أي استفسار أو أي إضافة يشرفني ويسعدني أن تضيفوها لي أو تسعفوني بها. شكرا جزيلا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.